السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة لمسات إيلين. اليوم إن شاء الله جبت لكم وصفة جديدة كعكة عنفاس مزيود ولد. وصفة سهلة ومع جميع أسرار نجاحها خصوصا للمبتدئات. وراح نقسم معاكم حبة بس تشوفوا بعينيكم الطراوة والحشو المعسل والطلية طرية وتقعد مدة طويلة بلا ما تضيع لنا. وهيا نروحوا لطريقة التحضير والوصفة. وقبل ما نبدو ما ننسوش تصلوا كما العادة على حبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وبلا ما تنسوا حبيباتي تشجيعاتكم باللايك إذا عجبتكم الوصفة، وبالاشتراك لأول مرة تشوف القناة نقولها مرحبا بك، وما تنسيش ديري لي أبوني. بسم الله نبدأ بالعجينة. هنا البنات عملت سمن المدينة. ديت كيلو سمن ناقصها إصبعين وزدت له مارغرين. ملاحظة البنات السمن والمارغرين يكونوا باردين جيدا. وديت 3 كيلات فرينة ممسوحين، يعني الكيلة تاع السمن تكون معمرة ولا الفرينة تكون الكيلة تكون ممسوحة فقط. وما تنسوش تغربلوها البنات. انا ما بغيتش نحذف معكم هذا المقطع تاع كي نغربلها. مهمة جدا كي نغربلو الفرينة. وهنايا زدت ملعقة سكر كلاصي تكون معمرة، وزدت ملعقة ايضا كبيرة تاع لحظة. ونزيد رشة تاع ملح وزوج باكي تاع سكر فاني. هنايا انا نسيت باش نديرهم، غادي نديرهم حتى من بعد هذاك تشوفوها. مهم نتوما ديروها مع الفرينة وخلطوا المكونات جيدا. ثم نزيدوا الكيلة تاع السمن. وكما قلت لكم البنات، اللي المارغرين تاعنا مع هذاك السمن يكون بارد مليح. كون نديروه دافي ولا يكون حامي غادي يطيب لنا الفرينه تاعنا. كما راكم تشوفوا البنات هنا راني نزيد في السكر فاني اللي نسيته من قبل. نتوما كما قلت لكم اللي راكم ديروه مع الفرينه وهذوك السكر كلاصي اللي درته. ومن بعد كما راكم تشوفوا غادي نبسس الفرينه مع هذاك السمن. غير نبسس من ما نعجنهمش. ندخل مليح السمن في الفرينه. وهذا سر من اسرار نجاح العجينه. لكم غير تبسوها ما تعجنوهاش. كون تعجنوها ما غاديش تخرج لكم العجينه وما تساعدكمش في كي تحلوها بالحلال. نحاولوا ندخلوا مليح هذيك الفرينه ونخدموا بالاصابع تاع يدينا وما نعجنوهاش كما قلت لكم البنات، ونحكوها مع الكف تاع يدينا. سيرتو المبتدئات اللي اول مره يتعلموا الكعكات. هذه الوصفه سهله. اللي قلها غير تبعوا النصائح البنات. كما كنتوا تشوفوا هنايا جبت كيلو غير ربع تاع ماء مع ما زهر. خلطت الماء مع ما زهر وغادي نبدا نضيف غير بشويه حتى تتلم لنا العجينه. ما نديروش مباشره هذاك الماء مع ماء الزهر. وبنفس الكيله اللي كيلت بها البنات الفرينه والسمن غادي نكيل بها الماء وماء الزهر. نحاول نلم العجينه بلا ما نعجنها حتى تتلم لي. وغادي كل خطره غادي ندير هكا كرة ونشوف لها فيها التشققات، يعني راهي خاصها الماء. ولكن ولات ليس يعني ملساء غادي تكون هذيك هي ما خصهاش الماء. كل خطره نتوما زيدوا الماء مع ماء الزهر اللي خلطناهم وديروها كيل دويره صغيره. وشوفوا بصباحكم لكن كي تدخلوا صباحكم ديكم كيما هكا مازالكم تشوفوا. وكي تجيكم رطبه وما فيهاش هذوك التشققات يعني العجينه راهي ناجحه. هنا غادي نقسمها الى قطع كرتين ونديرها في ساشي ونخليها ترتاح. اللي ما يكونش مقلق عليها بيتوها ليله كامله، واللي تكون مقلقه تخليها حتى 6 سوايع. كما انا ما خليتهاش تبات، درت لها 6 سوايع فقط. نغطيها مليح البنات ما ليقش كاع الهويتوشيها ونديرها في الثلاجه. ونروح نحضر معكم الحشو. شوفوا البنات هنايا روحت غادي ندير الحشو الكوكا، ما غاديش ندير اللوز. الكوكا وحمصته على النار قليله
وما حمرتهاش بزاف، درتها غير لون ذهبي. وغادي نطحنه، غادي ندير 3 كيلة تاع كوكاو كما راكم تشوفوا، ما يكونوش معمرين بزاف. ندي 3 كيلات كوكاو، وكيلة غير صباع تاع سكر حبيبات. ما غاديش ندير سكر كلاصي، ندير غير سكر هذاك حبيبات عادي كما راكم تشوفوا البنات. نخلط المكونات. وهنا هذا الكوكاو بعد ما غادي نخلطه غادي نديره في الاشوار، نطحنها غليظ كما راكم تشوفوا، ما درتهاش رقيق. بعد ما ندير له السكر ونخلطه مليح، نخلط هذاك السكر مع الكوكاو، نعاود نرده في الاشوار ونبدا نطحن غير بشويه، ما نديرش كاع الكميه مباشره باه ما يتعجنش ويطلق هذاك الزيت تاعه. كما راكم تشوفوا غادي ندير غير نقسم الكميه ونطحنه رقيق، ماشي كيما تاع البقلاوه، غادي يكون رقيق على الكوكاو اللي نطحنوه نديروه في البقلاوه، نطحنه رقيق. هنايا انا على ما طحنت كاع الكوكاو في خطره، هنا كنا نكثروا عليه في الاشوار، غادي يطلق لنا هذوك الزيوت تاع الكوكاو. كما نعرفوا بلي الكوكاو يطلق الزيوت. راكم تشوفوا البنات هنايا راني طحنته رقيق على تاع البقلاوه كما قلت لكم. ونروح هنا درتها في ريسبسيون تكون كبيره، باه ما يغبنيش كي نبدا نلم فيه بالماء زهر. ندير كيسه من سكر فاني. انا ما نصحكمش البنات ديروا القرفه، ما تعجبنيش القرفه مع بنت القرفه مع الكوكاو. اللي يكون متوفر عندها لا غوم لا باتا غوم تاع اللوز، تزيد ديرها معاه، تعطيه واحد البنه رائعه. وهنايا نزيد 2 مغارف كبار تاع سمن يكون دايبين ويكونوا باردين، دائما يليق يكون السمن بارد. ونحاول هنايا عفوا نحاول نبسس هذاك الكوكاو بهذاك المارغرين ونلم بماء الزهر. هنايا البنات الكميه تاع ماء الزهر ما عطيتكمش العبر، بصح نبدا نلم. كيفاش نعرف بلي صاير الحشو تاعنا ما خصاش ماء الزهر؟ يكون طري كيما العجينه اللي درناها، ويكون يلصق في اليدين، وهذا سر من اسرار النجاح ايضا. يعني كي تلموا بماء الزهر تلقى يكون يلصق في اليدين ويكون طري كيما طراوه العجينه. هنا غادي نلمه كما راكم تشوفوا، راني غير نبسس، ما رانيش نعجن في الكوكاو بالاصابع تاع اليدين. لأول مرة البنات دير الكعكات، نصحكم ديروا تقعدوا تفرغوا غير بشويه تاع ماء الزهر باه ما يغلبكمش ماء الزهر. نخلط جيدا المكونات. هذه الطريقة ايضا تخلي هذاك السكر تاعنا يزيد يذوب. هنا بعد ما نكمل البنات غادي نخليه يرتاح، نغطيه بساشي ونخليه يرتاح. وبعد ما يرتاح لنا غادي نجيب الميزان ونوزن، ندير هذاك الحربوش تاعنا نديره الحجم تاعه يكون من 20 حتى 21 غرام. وهنا البنات كما راكم تشوفوا، هنا بعد مرور 4 ساعات فقط غادي نجبد هذيك العجينه اللي كنت درتها ريحه 4 ساعات، ونحاول ندير كرات. الوزن تاع الكره الواحده هو 35 غرام، يعني حجم الكره 35 غرام. ولكن نفضل نستعمل الميزان باش يكون كاع الحبات تاعنا كيف كيف. انا هنا غادي نديرهم 35 غرام. وكما قلت لكم الحشو غادي نديره من 20 غرام حتى ل 21 غرام. دائما العجينه تكون اكبر من الحشو.
نحاول نديرها كرة ونكمل كمية باقي الكمية، ونعاود البنات غادي نخليهم يزيدوا يريحوا لمدة ساعتين. كما قلت لكم غادي نديرهم 6 ساعات، ريحوا 4 سوايع. وهنايا بعد ما غادي نديرهم كرات نكمل بقية العجينة ونشكلهم كما راكم تشوفوا، ونعاود نردهم الثلاجة يزيدوا يريحوا لنا لمدة ساعتين. وهنا اللي تبغي تقسمهم كيما هكا كاع في الاولى، تنجم تقسمهم وديرهم هكا توزنهم وتخليهم يريحوا. كما راكم تشوفوا هنا البنات، نروح نعاود نوزن الحشو اللي قلت لكم غادي نديره على شكل حربوش. والوزن الحربوش من 20 ل 21 غرام. هنا هذه الطريقة تساعدنا في العمل. نوجد كاع الكمية تاع الحشو تاعي ونردها على شكل هذا لتسهيل العملية بعد تجينا سهلة. هنا بعد مرور 6 ساعات البنات كما راكم تشوفوا، غادي نبدا نحل في العجينه. نحط الكريه تاعي كما تشوفوا، ما غادي نستعمل لا فرينه لا مايزينا. هذه العجينه سحريه، ما تخليش ما تغبناش كاع. غادي شوفوا البنات كي راهي مساعدتني في الحل. نشكلها على شكل مستطيل وندير الحشو تاع الكوكاو ونديرها في الوسط كما راكم تشوفوا البنات. غادي نديرها في الوسط ونروليها، وكل خطره نخرج الهواء هذاك الهواء ما يدخل لناش. نخرج الهواء ومن بعد نحاول نغلقها ونزيد الرولي كما راكم تشوفوا. هيا غادي نبدا نغلق في هذاك الاطراف. البنات انا العجينه هنايا نرققها بزاف باه كي نحلها تجيني مورقه، واللي ما تحبهاش تكون مورقه تنجم ما تحلهاش بزاف. راكم تشوفوا البنات هنايا كي روليتها، خليت جهه درتها هكا رقيقه وجهه تكون مفتوحه، وهذيك الجهه المفتوحه نحاول كيفاش ندخل فيها هذيك الجهه اللي تكون رقيقه، ونغلق جيدا هذوك الاطراف. كما كنتم تشوفوا البنات العجينه هنايا هي مساعدتني. ونحطها في هذاك المول. انا المول استعملت مول السيليكون، واللي يكون متوفر عندها مول تاع الحديد تنجم تخدم فيه. هنا الحبه غادي نحطها على الجهه اللي بلحت عليها، والجهه اللي تكون رطبه نديرها لتحت باش كي نقلاصيها تجيني شكل شباب. وبعد ما نديرها في المول نحاول باستعمال فرشيطه ولا كيردون نديرها من الفوق ثقوب. نعاود نحل معكم حبه اخرى كما كنت تشوفوا البنات. هنايا غادي نحل العجينه على شكل مستطيل. كنشوفوا البنات هنا العجينه راهي مساعدتني، ما يمكن راني نخدم فيها في البلان دو طرافاي. نقلعها بكل سهوله ما تلصق ما والو. نحط في الوسط الحشو ونرولي. قلت لكم كل خطره نخرج هذاك الهواء باش ما يدخلناش الهواء الداخل وديرنا هكا كي الفراغات. نروليها ونحلها في جهه قلت لكم خليها رقيقه، وفي الجهه الثانيه خليها مفتوحه، وهذيك الجهه اللي تكون رقيقه ندخلها في الجهه اللي تكون مفتوحه. بالنسبه للفرن البنات انا غادي نشعلها على 180 درجه. راني شعلتها درك قبل ما ندير الحبات يطيبوا. نديرها طيب من التحت. كي نعرفوها باللي طابت تحمر لنا من التحت نشعلوا عليها من الفوق ثاني تدينا تحميره، ونقلعها من المول. نخليها هكا لمده 10 دقائق تبرد لنا، بعد نقلعوها من المول. كما كتشوفوا البنات هنا كي نحط الحبه نديرها على الجهه اللي روليت عليها اللي غلقت فيها كما راكم تشوفوا في الصوره، ونثقبها بواسطه الفرشيطه باه ما تزيدش تنفخ لنا. هذه الكميه تاع هذيك الكيله قطعت 43 حبه.
البنات اللي راهي باغي تدير كميه اكثر يعني تكبر الكيله، واللي راهي باغي دير كميه قليله يعني تصغر الكيله. المهم انا غرفيه تاع فرينه وسمن درت لي 43 حبه كعكات. وزن الحبه هو 35 غرام، ووزن الحشو هو 21 غرام حتى ل 20 غرام. نديرو ليها مليح كيما راكم تشوفوا. هنا راني درت لكم شحال من حبه باه المبتدئات كاع يشوفوني كيفاش راني نخدم. كنت تشوفوا هذيك الجهه اللي رققتها دخلتها في الجهه اللي كانت مفتوحه، ونحاول نغلق جيدا باه هذاك الحشو تاعنا كي نديروه في المول ما يخرجناش، وكما نعرفوا بلي كوكا وينحرق. نغلقها جيدا ونحطها في المول ونحاول نعدلها. البنات هذا المول القطر تاع الحبه هو 7 سنتيمتر. حتى هذوك لي مول تاع الحديد ثاني يكون 7 سنتيمتر. والبنات هنايا نروح نحضر معاكم الطليه. كما راكم تشوفوا غادي ندير بياض بيضه، وكيلت بالكيسان تاع لاتاي بصح ماشي معمرين. درت كيله تاع عصير ليمون وكون مصفيته من هذوك الحبوب، كيله ماء، وكيله ماء الزهر، وكيله زيت. غادي نخلط المكونات. غادي نخلط بياض البيض، وقلت لكم حبه بياض بيض، الماء الزهر والماء. وبالنسبه للزيت غادي نخليه حتى كي نبدا ندير في السكر نبدا ندير فيه. هنا خلطت المكونات جيدا، ونبدا نزيد في السكر كلاصي اللي غادي نصفيه نغربله، ما غاديش نديره مباشره. هنا يكون نديرو السكر كلاصي مباشره. شفتوا هو فيه هذوك الحبيبات كما كتشوفوا فيا انايا بالمغرف راني نحل فيهم. نبدا نزيد في السكر كلاصي حتى نتحصلوا على كلاصاج. هذا الكلاصاج البنات يقعدنا لمده طويله، ويكون يقعدنا طري وما يقسحناش. هنا انا ما بغيتش نستعمل الحليب باه قلت لكم يقعدنا لمده اطول. نبدا نزيد في السكر كلاصي، ومن بعد نبدا نزيد غير بشويه في الزيت. كيما هنا البنات هذه الكيله تاع اللي كيلت بها قلاصت لي 43 حبه تاع كعكات، وبقات لي غير شويه. كما كتشوفوني نزيد غير بشويه تاع الزيت. قلت لكم قلاصت لي 43 حبه، واستعملت 3 ساشيات تاع سكر كلاصي، يعني هذيك نص الكاس تاع لاتاي دالي 3 شكاير تاع سكر كلاصي. نبدو نزيدو في السكر حتى نحصلوا على طليات. كي نبدا نسيب صبعي ما تهودناش يعني تقعد لاصقتنا في الاصبع تاعنا. ولا كان اللي ما تعرفش كيفاش ما خصهاش السكر، كي تكونوا مطيبين حبه تاعكم بداو تقلاصوا فيها وتشوفوا لا قاعده لا هود هذاك الكلاصاج وقاعده تبان شفافه، يعني مازال خصها السكر غلاس. وهنا البنات غادي نزيد الملون الابيض باه هذاك اللون تاع كلاصاج يجينا ابيض. انا غادي نستعمل كلاصاج ابيض، ما غاديش نزيد له لون اخر. على بيها غادي ندير ملون ابيض باه يعطينا لون شباب. نخلط جيدا باش هذاك السكر قاع يذوب لنا. وسمحوا لي البنات الفيديو تاع اليوم درتها شويه طويله. انا درتها باش نحذف منها المقاطع خصوصا للمبتدئات اللي باغي تتعلم. كما هذو الكعكات راهم اللي باغي يدير مشروع ولا باغيه هكا تبدا تبيع الكعكات. هذا مشروع ناجح وتنباع حتى 9000 الحبه، من 7000 حتى 9000 الحبه.
اللي راهي باغي يدير مشروع حلويات ولا كون فاهميني. كما تشوفون هنا البنات غادي نقيس بصبعي ومازال خصها شويه سكر كلاصي، غادي نزيد شويه. هنا بعد ما طابت لنا البنات وغادي نبدا نكلاصيها. شوفوا اللون تاعها كي راه ذهبي، طايبه مليح. انا هذه الطريقه نبغي نكلاصي بها. نحط الحبه قبل ما نحطها البنات، هنا غادي نخرج كاع هذاك الهواء اللي درته اللي يكون في السكر كلاص باش ما يديناش هذوك الحبيبات، ونحط الحبه كما راكم تشوفوا ونعاود نقلعها ونخليها تكترنا في هذاك كما راني حاطه في هذاك البلا. وهذاك اللي كترنا نعاود نردوه. حاولوا ديروا حاجه تكون نقيه باه نعاودوا هذاك اللي يهود لنا نعاودوا نزيدوا نكلاصو به. وكاين طريقه اخرى تنجموا تفرغوا هذيك الكلاصاج تاعنا، نديروه في كيس حلواني ونستف كاع الكاطو تاعي ومن بعد نبدا نفرغ. هذه طريقه سهله ايضا. وهنا البنات راح نحضر معاكم عجينه السكر. انايا بالنسبه لعجينه السكر شريتها واجده، غادي نزيد لها شويه هنايا تيلوز باه تجينا تحافظنا على الشكل وتقسح لنا شويه. غادي نشكل بهذوك الليمون اللي كنت تشوفون يعني حاطتهم. بالنسبه لليمون شريتهم 15 دينار، كان زميل فيهم 4 تاع الطوابع، فيهم هذاك الدب وفيهم زوج واحد اخرين تاع بنات وزوج وهذاك غرونوير تاع ولد. غادي كما كنتو تشوفوني نطري في العجينه ونحاول ندخل هذاك التيلوز في هذيك العجينه السكر، ونعاود نحاول نحلها باستعمال حلال ونطبع كي غادي تشوفوا. نضغط جيدا باش يتشكل لنا هذاك الدب. شوفوا البنات الشكل هنايا تاع هذا الدب كي يا شباب. هنايا بعد ما نشكل هذاك الدب غادي نغطيهم بالكيس باه ما يضربهمناش الهواء. واللي غادي تستعملهم من قبل ديرهم في كيس وتغلق عليهم مليح وديهم في الثلاجه، والوقت اللي تبغي تستعملهم تجبدهم. صنعت هذه الغرونوير وهذاك الدب باش نزين بيهم الكيكات اللي غادي نخدمهم اليوم. وهنا اللي تكون عندها مزود بنت في بلاصه العجينه الزرقاء تستعمل عجينه ورديه اللي هي غوز. نكمل كميه ونعاود نولي معكم. شوفوا البنات هنايا بعد ما نشفنا هذاك الكلاصاج راني بهذه باستعمال هذه البونشا راهي مساعدتني ندير هذاك الملمع الابيض الذهبي. نحاول هنايا نغطي كاع الحبه يعطينا شكل بزاف شباب. شوفوا البنات كي تبان الحبه. وهنايا باستعمال الخدمي حاولت نقلع هذوك الزوائد تاع الكلاصاج. كما راكم تشوفوا البنات هنايا كي وزنت الحبه تاع الكيكات ودرت 35 غرام عطاتنا نفس الحجم. شوفوا البنات هنا بعد ما زينتهم كي خرجت الحبه. هنا صنعت هذيك البابيون باستعمال هذاك المول تاع السيليكون، ايضا باستعمال عجينه السكر البيضاء. ونزيد لها شويه هذاك تيلوز ونشكل هذوك الحبات تاع لي بابيون. نحاول ندخل مليح هذاك التيلوز في العجينه بلا ما ننسوا البنات ما نخلوهاش يضربها الهواء. دائما كي نستعملوا نديروها في ساشي باه ما تقسحناش وتساعدنا في التشكيل. هنايا انا البنات استعملت نص الحبه درت لهم هذيك البابيون والنص الاخر خليتهم ما درت لهمش بابيون، خليتهم غير هكا لونتهم بهذاك ناكخي هذاك الاصفر. صدقوني البنات هذه الوصفه ناجحه 100% ومع جميع اسرار نجاحها خصوصا للمبتدئات كما قلت لكم. ما تنسوش البنات اذا عجبتكم الوصفه تاع اليوم شجعوني في تعليقاتكم وما تنسوش لايك الفيديو اذا عجبتكم.
ولأول مرة تشوف القناة تاعي نقول لها مرحبا بيك، وما تنسيش ديري لي ابوني. ان شاء الله تعجبكم الوصفة تاع اليوم، واني متأكدة انها غادي تعجبكم. شوفوا البنات، هنا صنعت لي بابيون. هنايا كما قلت لكم درت هذاك الناكري الاصفر، وندير هذيك البابيون تاع الدب. هنايا كان عندي شوكولا بلون، حاولت لصق بها هذيك البابيون، ونلصق بها ايضا هذيك العجين السكر في الحبة تاع الكيكات. شوفوا البنات شكل شباب. وهنا غادي نصنع هذيك غنويير ايضا نلصقها بالشوكولا بلون، ونلون لها ايضا درت لها ناكري في هذوك غادي ندير لها في هذوك الارجل، وفي هذوك اللي جايين كيما في الساقيل. نكمل باقي الحبات ونعاود نولي معكم. وها هي الحلوى تاع اليوم اللي هي الكيكات نفاس واجده معنا. شوفوا البنات الشكل تاعها بزاف شباب، وبعجينه رائعه، وبطليه طريه، وحشو معسل حتى لداخل. صدقوني البنات هذه الوصفه ناجحه 100%، وننصحكم تجربوا.